نلاحظوا انه الفطور المغربي يكون وجبه الفطور المغربي هي وجبه متكامله. يعني نشوفوا في الصوره تاع هذه الاولى هي خاصه بالفطور الصباحي الجزائري. شوفي الكرواسون، شوفي الكرواسون عباره عن زيوت مهدرجه، عن فارينه بيضاء على سكر، ما عنده حتى فائده غذائيه الكرواسون، ما عنده حتى فائده غذائيه، بالعكس هو من مسببات مرض السكري، ما عنده حتى يعني باتفاق الجميع. الصورة الثانية هذه عبارة عن فيها وجبة فطور صباحي، فيها كما نشوفوا هذه مغربي يعني طاولة بصلة. هذا صحي، هذا معجون. نعم. في الخبز. نعم جيد تقليدي. جمع ما بين العصير، جمع ما بين الخبز. انا تنشوفوا شويه خبز كامل منا، العصير، فواكه، شوفي من هي الفرماج اللي فيه لي بروتين، شويه سكريات باش تعطي طاقه للجسم، والحليب يقدر ياخذه ولا لبن ولا يقدر ياخذه جيد. هذا يقدر يكون مقبول. زيت زيتون محطوط على الطاوله. ما شاء الله هذا مقبول، يعني هذا رائع جدا. شوفي الزبيب فيه لو ريزيرفاترول، شوفي الزيتون لي بوليفينول. هذيك واش كان هذاك الوسط ايمان هذاك الوجبه يعني ما نكتبش عليك ما على باليش يعني سواء حاولنا لا الطبق شوفي التنوع تنقدنا. قال لك المهم الفوقها فيها عسل. ما شاء الله فيها العسل فيها زيت ممتاز. هذا اقرب. شوفي الله اعلم كاينه طحينه منا تحت قدم زيت زيتون، الله اعلم كاينه الطحينه هي اللي هي معجون السمسم اللي تري ريش ان كالسيوم، مهم جدا في الافطار الصباح خاصه الاطفال.